السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صلوا على النبي كتير يلا، واستغفروا ربنا كتير، واذكروا ربنا يلا. يا ريت بقى اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك. ربنا يكرمنا جميعا ويوسع أرزاقنا يا رب، اللهم آمين. النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل مع بعض كده وصفة سريعة جدا جدا، وكله في حلة واحدة، مش هتاخد اي حاجة معانا بالظبط، يعني هتجهز في اقل من تلت ساعة او نص ساعة ان شاء الله. يعني بصوا، هو انا هبدأ اول حاجة خالص هحط معايا معلقة زبدة ومعلقتين زيت، وهسيبهم يسيحوا، وبعد كده ايه هنزل فيهم بقطع لحمة، اشوحهم فيها كويس جدا، واحط لهم ملح وفلفل. وبعد كده هكمل باقي الفيديو، بس تابعوا معايا للنهايه. انا على فكره اللحمه دي ما كانتش نيه. اللي عنده اللحمه نيه ممكن يعمل الخطوه ديت، بانه هو يبدا يشوح اللحمه في الزبده كده، ويحط لها ملح وفلفل وكل حاجه. يحط لها فلفل وبلاش يحط لها ملح، وبعد كده ايه رشة سكر، ويسيبها بقى تستوي كأننا بنسلق اللحمة، بس بعد ما نضيف بقى ايه يعني كأننا بالظبط بنضيف لحمة، بس برضو هنكون ضايفين لها ايه زي ما انتم شايفين كده البصل، التومة كده، يعني تتطعم من بعضها، وبعد كده نزودها ونسيبها تتسلق لحد ما تبقى تلات ارباع سوا، وبعد كده نضيف لها بقى ايه البامية. لكن هنا انا كنت خدتها تشويح عشان هي كانت لحمة باقية عندي ومحدش كان هياكلها، فقلت اعمل لها اعادة تدوير، يعني ادخلها في وصفة تانية ان شاء الله، وحاجة تقضي يعني مكان حاجة. حطيت الزبدة وعليها اللحمة تشويحة كده، وبعد كده نزلت ببصلاية مفرومة، وحطيت عليها معلقة توم صغيرة من التوم اللي انتوا شفتوه دلوقتي اللي في العلبة الحمراء ده، اللي انا كنت مفرزاه معاكم. بعد كده هحط بقى كمون، بابريكا، فلفل، وهتبلها كويس. بصوا، هو انا اصلا كنت مسوياها، فهضيف لها بس يا دوبك التوابل ومع الملح على طول، لان هي مستويه. انا دلوقتي اعتبر هسوي باميه بس. تمام. هحط بقى هنا صوص طماطم، او طماطم انا كنت عاملاها يعني وسايباها في الفريزر، صلصه مركزة يعني. فهحط هنا بقى على قد الكمية، ودي شوربة لحمة برضو. انا كنت بتاعت اللحمة ديت انا كنت سايبة منها البولة ديت او المج ده. فبعد احطها بقى على الزبدة والبصلاية والتومة وكل حاجة، اقلبهم كلهم مع بعض، واحط رشة سكر زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هظبط الملح بتاعي، لان هي اللحمه مستويه زي ما قلت لكم. لكن لو هتعملوا الخطوه ديت في اللحمه نيه، لازم ما تحطوش الملح وتصبروا على اللحمه لما تقرب تستوي، بعد كده تضيفوا الطماطم، وتضيفوا بعد كده الباميه، ولو عايزه تزودها شويه ميه بتغلي. تمام. المهم يعني هي سهله خالص. هسيبها بقى تستوي تلات ارباع سوا، بعد كده هجيب طاجن فخار حلو كده ادخله الفرن. ممكن على فكرة احط في بايركس او احط في اي طاجن، بس انا بحب ريحة الاكل وهو في قلب الطاجن ده، طواجن الفخار يعني. هنا البتاع البامية بتاعتي كانت خلاص استوت، واللحمة مستوية يعني هي كمان، فخلاص خدوا من بعض كده وطعمهم بقى حلو ومظبوط. بعد كده بقى الخطوة الأخيرة إن أنا هاخد الحلة دي، اقوم مفضياه في قلب الطاجن. يبقى انا هنا بعمل طاجن باميه باللحمه، بس سريع يعني في اسرع وقت، مش ان انا لسه هقعد اسبك بقى واعمل باميه لوحدها واعمل اللحمه لوحدها وبعد كده. لا، هي اصلا اللحمه تعتبر مستويه، فيا دوبك هقلي بصلايه ادبلها، مش هديها لون خالص. هضيف عليها على طول البابريكا والفلفل وكده، تاخد اللون كويس جدا عشان ما يبقاش الاكل مسبك وما يبقاش حامي ويتعب. فبعد كده لما الاقي الباميه بتاعتي خلاص فاضل لها بالظبط 5 دقايق، قمت جايه بقى ايه حطاها في الطاجن ده كده،
وبعدين هجيب شريحتين كده فلفل احمر رومي. لو في عندكم قرن شطة، لو بتحبوا الحاجة حامية او سبايسي يعني، او لو في عندكم قرن فلفل قرن شطة مش حامي برضو ممكن تحطوه. فهو اولا انا بحط دوت بيدي ريحة وطعم حلو قوي، وفي نفس الوقت شكله بيبقى حلو على الطاجن لما بيطلع من الفرن. جبت معايا هنا معلقة زبدة كانت خلاص قربت تسيح معايا عشان درجة حرارة المطبخ يعني، عشان انا كنت شغالة بعمل كذا حاجة. فاخد بقى معلقة الزبدة دي اوزعها على الطاجن كله كده. دي انا كنت سايباها للاخر يعني، وانا بحط في في الحلة وانا ببدأ الوصفة كنت راكنة المعلقة ديت على جنب. فقلت بقى ان شاء الله اخدها بقى دلوقتي، وبعد ما احط البامية في الطاجن هي واللحمة احط بقى على الوش ايه شريحتين فلفل كده، وكمان معاهم معلقة زبدة اوزعها على الوش. ادخل بقى الطاجن بتاعي الفرن ياخد وش كده وياخد من ريحة الفرن كده، بتبقى طالعة طعمها لونها تحفة جدا، والطعم بيبقى والله طعم حكاية خرافة بجد، بتبقى طعمها لذيذ قوي قوي قوي. صلوا بقى على النبي كتير واستغفروا ربنا، وما تنسونيش من دعوة حلوة، ويا ريت تدعموني بلايك، واللي ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك في القناة. بحبكم في الله. ما تنسونيش من الدعاء بظهر الغيب. احلى طاجن باميه وفي اسرع وقت والله، وما خدش اي حاجه خالص، وانتوا عارفين الباميه اصلا ما بتاخدش وقت في السوا اصلا خالص. فجربوا الطريقه ديت، مش شرط ان احنا نسلق الباميه على طول في حله على البوتاجاز ونسيبها كده، ده احنا بنديها تغيير برضو باي حاجه. ف يعني اللي بيحب الباميه طبعا باللحمه الضاني ممكن يستبدل اللحمه دي باللحمه الضاني. انا عندي في الفريزر بس والله عشان مش كلنا بناكلها فمرضتش اطلعها، قلت استخدم اللي هي كانت باقيه ومتعانه ديت مستويه، فقلت ايه باقيه يعني من المره اللي احنا كنا طبخينها فيها ومستويه بس مش هتتاكل، عايزه تتغير يعني. ممكن كنت احط لها صوص، ممكن كنت احمرها، ممكن كنت اعمل لها اي تغيير، ولكن او ممكن كنت اقطعها واعملها شاورما او سندوتشين، ولكن انا قلت استغلها في طاجن الباميه دوت عشان انا مش عاوزاه باللحمه الضاني. فهو كده يبقى خفيف قوي وطعمه جميل جدا. شفتوا البامية كده حاجة صغيرة كيوت كده وشكلها ظريف جدا. الطاجن شكله ما شاء الله اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة. يلا بقى اضغطوا لايك، اللي ما ادتنيش اللايك يلا تدعمني باللايك يا بنات. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا ويغفر لنا يا رب جميعا وييسر لنا امورنا ويوفقنا، ودايما توفيق ربنا ملازمنا. صلوا على النبي واستغفروا ربنا بقى كتير واذكروا ربنا وادعوا لي. استودعكم الله، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.